الجوكر في العادة بيتم اعتباره العدو اللدود لباتمان ورمز للفوضى والجنون، لكن من خلال الفيديو ده هثبت ليكم من خلال عدة قصص ان الجوكر عنده وجهة نظر معينة في الموضوع. واول قصة هنتكلم عنها هي قصة ذا كيلينج جوك، واللي بتستعرض اصول الجوكر والفلسفة بتاعته. القصة دي بتعرفنا على كوميديان فاشل حياته بتتحول لكارثة بتخليه يتحول للجوكر بالشكل اللي بنعرفه، والتغير ده اساسي لفهم نظرته للعالم. في ذا كيلينج جوك ايمان الجوكر ان يوم واحد وحش كفايه علشان خاطر يجيب اقوى الناس للجنون. حتى التحول بتاعه هو نتيجة لمجموعة من الحوادث المؤسفة اللي بتوضح نظريته في ان العقل البشري هش جدا وان الحياة فوضوية وغير عادلة. الجوكر بيحاول يثبت النقطة دي من خلال استهدافه للمفاوض جوردن وبنته بارابرا. هو بيعمل إصابة لبارابرا بالشلل وبيخلي الرجالة بتاعته يعذبوها، وبعد كده بيخطف جوردن ويمرنه بتعذيب نفسي عن طريق إلزامه يشوف صور بنته المصابة. التصرفات دي مش بس قسوة لكنها وسيلة ليه علشان خاطر يورينا إن أي حد ممكن يفقد عقله تحت الضغط. فطول ذا كيلينج جوك الجوكر بيستهزئ بفكرة النظام والعقلانية. هو بيشوف الحياة زي ما هي نقطة سوداء وكمان شريرة، وبيعتقد ان الطريقة الوحيدة للتعامل مع الحياة هي من غير قواعد. التصرفات بتاعته بتحاول تكشف الفوضى واللامنطقية اللي تحت السطح في المجتمع. هو كمان بيعتقد ان الجنون موجود جوه كل الناس، وان هياكل المجتمع والقيم مجرد اوهام ممكن تنكسر بسهولة بمجرد حدث صادم. علاقته بباتمان بتظهر ده بالشكل اكبر لانهم الاتنين ضحايا احداث مأساوية، لكنهم اختاروا طرق مختلفة. الجوكر اختار الجنون ولكن باتمان تمسك بالنظام والعدالة. فالجوكر في القصة دي بيصحى بعد ما سمع عن عودة باتمان، والقصة نفسها بتبرز المصير المتشابك بينهم هما الاتنين. أول حاجة بتحصل هي إن الجوكر بيصحى من حالة غيبوبة طويلة وبيبدأ في مذبحة علشان خاطر يدفع باتمان لحدوده القصوى. هدف الجوكر هنا إنه يسير باتمان لدرجة إنه يكسر شرفه الأخلاقي، فهو عاوز باتمان يقتله علشان خاطر يثبت ان حتى فارس الظلام ممكن ينزلق في الجنون والقتل. الجوكر شايف انهم طرفين لا مفر من مواجهتهم لبعض للابد. هو مؤمن ان الفوضى والنظام مرتبطين ببعض وكل واحد فيهم بيدي معنى للتاني، وعلشان كده رغبته في الموت على يد باتمان هي شهادة على ايمانه بالقوة التحولية للفوضى والجنون. وبكده كمان مع بداية الجوكر للتمرد بتاعه أفعاله بتكون مدروسة بدقة علشان خاطر تختبر إصرار باتمان، من تصميم ضيوف برنامج حواري لحد إشعال شغب في مهرجان ريفي. كل حركة محسوبة علشان تقرب باتمان أكتر وأكتر من حافة الجنون. المواجهة النهائية بين الجوكر وباتمان في نفق الحب هي رقصة عنف ومناقشة فلسفية. الجوكر بيهزأ من باتمان، بيحاول يهدم روحه وبعد كده بيحاول يوقعه في لحظة ضعف نهائية، لكن طوال المعركة الجوكر بيعبر عن وجهة نظره في انهم وجهين لعملة واحدة. فهو بيعتقد ان الكود الاخلاقي الصارم لباتمان وميوله الفوضوية هي ردود افعال لنفس النوع من الصدمات، وبالطريقة دي الجوكر بيحاول يثبت ان حتى باتمان رمز النظام ممكن ينزلق في الجنون، وده هيثبت صحة وجهة نظره عن العالم. القصة اللي بعد كده اللي هنتكلم عليها هي باتمان الرجل الذي يضحك وليس باتمان الضاحك، ودي حاجة تانية خالص. القصة دي بتظهر الجوكر وهو بينتقد المجتمع، وكمان بتاخدنا لورا لسنوات الجوكر الأولى في عالم الجريمة، بتقدم نظرة أعمق على انتقاده للهياكل الاجتماعية والفساد. القصة بتصور الجوكر كقوة من قوى الطبيعة عايزة تكشف عن نفاق وضعف نخبة مدينة جوثام. تمرد الجوكر مش مجرد فوضى علشان خاطر الفوضى نفسها، هو بيستهدف الشخصيات البارزة في جوثام علشان يكشف أسرارهم ويبرز فسادهم. أفعاله دي هجوم مباشر على الطبقات العليا في المدينة، وهدفه هو إنه يكشف الأكاذيب والخداع اللي بنى عليها كل القوة دي. مثال جيد على ده ان الجوكر بيسمم ميات المدينة وده بيؤدي لذعر واسع، وبعد كده بيكشف عيوب البنية التحتية للمدينة. كمان بينظم قتل عدد من الشخصيات الرفيعة وبيفضح عيوبهم الأخلاقية في نفس الوقت. لكن من خلال كده الجوكر بيحاول يثبت ان النظام الاجتماعي في جوثام ما هو الا واجهة هشة وسهلة القصر من شخص واحد مصمم على ده. طول القصة حوارات الجوكر مليانة ازدراء لمحاولات المدينة في الحفاظ على النظام. هو بيستهزأ بالسلطات بمحاولاتهم الفاشلة في احتوائه، وده بيوضح سخافة وفشل محاولاتهم من البداية. إيمان الجوكر بأهمية الفوضى واضح جدا من خلال الهجمات اللي بيشنها علشان خاطر يزعزع استقرار المدينة ويكشف الفساد
اللي مخفي جوه المؤسسات بتاعتها. لكن القصة دي كمان بتبرز وجهة نظره في ان المجتمع مبني على اساس من الاكاذيب، ومن خلال تدمير الاوهام دي هو بيعتقد انه بيقدم حقيقة قاسية لجوثام، وبيجبر المواطنين بتوعها على مواجهة الحقيقة عن نفسهم وعن العالم بتاعهم. ولكن أفعاله رغم إنها عنيفة ومدمرة هدفها هو كشف النفاق والفساد اللي هو شايفه موجود مش بس في هياكل جوثام الاجتماعية، ولكن في الهياكل الاجتماعية بشكل عام. وده بيوصلنا للقصة اللي جاية، باتمان موت في العائلة، اللي كتبها سكوت سنايدر. في القصة دي الجوكر بيتخذ دور وكيل حقيقي للفوضى، وهدفه هو عزل باتمان عن أقرب حلفائه. الجوكر بيخطف أفراد من عائلة باتمان وبيعمل فيهم اللي ما تعملش، تعذيب معقد علشان خاطر يحطم روح باتمان، وبعد كده يثبت ان علاقته دي بتخليه اضعف. الجوكر بيشوف نفسه كأكبر اختبار لباتمان، وكأنه تجسيد الفوضى اللي لازم باتمان يقاومها دايما. خطط الجوكر المعقدة هدفها انها تدفع باتمان لأقصى حدوده، وده بيخليه يشكك في اعتماده على حلفائه. ومثال جيد على ده هو لما الجوكر كان بيعمل العشاء وبيقول انه ازال وجوه افراد عائلة باتمان وبيقدمها ليه في اطباق. الفعل البشع ده هدفه انه يوري باتمان عمق ضعفه واعتماده على الاخرين. في الحقيقة الجوكر بيعتقد انه من خلال تبني الفوضى والعزلة باتمان يقدر يكون افضل نسخة من نفسه. حوارات الجوكر طوال القصة بتاعت موت في العائلة مليانة باحساس مريض بالحب والاعجاب لباتمان، لانه بيشوف العلاقة دي كأنها رقصة بين الجنون والنظام، وهو نفسه كمحفز لنمو باتمان. ايمان الجوكر بضرورة الفوضى علشان خاطر يكشف عن الشخصية الحقيقية والقوة، فهو سمة متكررة في القصة، وده بيبرز رأيه في ان امكانيات باتمان الحقيقية مش هتتحقق الا من خلال تدمير اقوى روابطه. وده بقى اللي وصلنا لاخر قصة في القائمة بتاعت النهاردة، وهي ممكن تكون اعظم قصة جوكر اتكتبت على الاطلاق، واللي تسمى جوكر، واللي كتبها كمان براين. في القصة دي بنشوف عرض أكتر واقعية وظلام للجوكر كزعيم عصابة مع إحساس مشوه بالعدالة. السرد ده بيقدم لينا نظرة أعمق على منطق الجوكر، وهو بيظهره كشخصية بتؤمن إن أفعاله هي نوع من الصدق القاسي في عالم مليان خداع. الجوكر بيعمل في عالم الجريمة بأسلوبه الخاص، وبيشوف نفسه كحكم حقيقي للعدالة، وبيعتبر إن العالم فاسد وظالم في جوهره، وأفعاله بتهدف إلى كشف وتصحيح العيوب دي. حوارات الجوكر وتفاعلاته مع باقي الشخصيات بتكشف عن إيمانه إن نوعه الخاص من الفوضى والعنف هو شر لازم علشان خاطر يعادل ميزان العدالة. وطوال الرواية المصورة أفعال الجوكر بتتقدم بنية وهدف واضحين، هو بياخد السيطرة على عالم الجريمة وبيقضي على الناس اللي شايفهم غير قادرين أو فاسدين، وطرق تعذيبه الوحشية بتكون في تناقض صارخ مع النفاق والخداع اللي هو شايفه في العالم اللي حواليه. على سبيل المثال تفاعلات الجوكر مع المجرمين التانيين بتكشف عن احتكاره ليهم لأنهم شغالين تحت ماسك كاذب. هو بيشوف نفسه كقوة ضرورية للتدمير، جايب عدالة قاسية لكن صادقة لعالم مبني على الأكاذيب. ومن هنا إيمان الجوكر بضرورة أفعاله واضحة، لأنه بيتابع أهدافه بلا رحمة وبيعتبر عنفه وسيلة لتحقيق هدفه. وفي النهاية الجنون والفوضى جزء أساسي من الطبيعة البشرية والمجتمع، مفيش طريقة لتجنبها، وإن النظام والترتيب عمرهم ما هيبقوا موجودين بشكل حقيقي على المدى البعيد. ومن خلال تبني العناصر دي هو بيعتقد إنه بيكشف الطبيعة الحقيقية للعالم وسكانه. وعلشان كده رغم إن طرق عنيفة متطرفة بلا شك، إلا إنهم بيوضحوا فكرته إن تحت السطح بتاع كل نظام والجنون في عالم على وشك السقوط في الفوضى، وإن من خلال الفوضى دي بس الناس هيظهروا على حقيقتهم، لأن في النهاية ده اللي هم فعلا عليه.